الآن مشاهدينا الكرام في الاستوديو الدكتور محمد هنيد، أستاذ العلاقات الدولية. دكتور هنيد، أهلا بك ومساء الخير. شكرا جزيلا لك على قبول هذه الدعوة. أهلا بك حكي. ما تعليقك أنت على نتائج هذه الانتخابات التشريعية التونسية؟ أقول النتائج الأولية. النتائج الأولية، أولا أشكر لك استضافتك ورحابة صدرك لمناقشة هذا الحدث. أولا بالنسبة يعني أنا أتحدث كمستقل، يعني لا أنتمي إلى أي حزب، لا نهضة ولا مؤتمر ولا رئاسة ولا إلى أي أحد. بالنسبة لي أنتمي إلى حزب الفقراء والمهمشين والمعطلين، وهؤلاء هم حزبي وهؤلاء الذين أدافع عنهم. لا يمكن أن نخفي أن هناك شعور نوعا ما بالمفاجأة، إن لم نقل بالصدمة، من نتائج الانتخابات، لأن لا أحد كان يتوقع أن تكون الانتخابات على هذه الشاكلة، على الأقل في نتائجها الأولية. لننتظر ولا نستبق الأحداث. تعني تقدم حزب نداء تونس والتقارب مع حركة النهضة. نعم، والتقارب، كل هذه التناقضات. نعم، في النتائج هناك من يرى أن هذه هي نتائج ديمقراطية ولا بد أن نقبل بها. هناك أن يرى أن هذه هي عودة للمنظومة القديمة وعودة للجلاد، عودة للتجمع الدستوري الديمقراطي في ثيابه الجديدة وعودة للأزلام. هي قراءات مختلفة. هناك من يرى أن حركة النهضة التي خانت تقريبا قانون تحصين الثورة والعزل السياسي والثورة، مكنت الجماعة من أن يعودوا من صناديق الاقتراع. العنصر الثابت أن هناك تكالب كبير على السلطة من طرف النخب السياسية التونسية التي لم تقم بهذه الثورة إطلاقا. أنا شخصيا لم أنتخب، يعني ترى أنني لم أنتخب لأنني ذهبت إلى مختلف الدوائر الانتخابية، وكنت مع المئات من التونسيين في فرنسا الذين لم يسمح لنا بالانتخاب لأن أسماءنا لم تكن على القائمة رغم أننا كنا مسجلين. يعني لا نعرف هذه التجاوزات هل تأخذها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في عين الاعتبار بالنسبة للانتخابات القادمة أم لا. لكن نتمنى كما ذكر التقرير أن من سيحكم تونس غدا أن يكون همه الأساسي هو الفقراء والعاطلون عن العمل والانحياز للمناطق الفقيرة والمناطق المهمشة. أنت استمعت إلى الدعوة كما قال مراسلنا في تونس العاصمة وليد عبد الله من السيد مصطفى بن جعفر، رئيس السابق للمجلس الوطني التأسيسي. النتائج الضعيفة التي حققها كل من التكتل والمؤتمر، هل هذين الحزبين يدفعان ضريبة المشاركة في حكومة الترويكا؟ نعم، هناك نوع من العقاب، لكن ليس المؤتمر والتكتل، الحزب الجمهوري أيضا، رغم يعني التاريخ النظاري الكبير لمناظليه مثل أحمد نجيب الشابي. هناك أحزاب أخرى كيف تفسر؟ اختفت تقريبا من المشهد. هناك نوع من تشرذم تقريبا العائلة الديمقراطية الوسطية، وهناك استقطاب ثنائي. هناك من يدفع حول استقطاب ثنائي، ولا أخفيك أن الإعلام التونسي وخاصة الأذرع الإعلامية لحزب نداء تونس المعروفة في تونس قد دفعت نحو هذا الاستقطاب الثنائي الذي لن يخدم تونس الديمقراطية الناشئة، ولم تحدث بديل في الوسط بين أقصى اليمين وأقصى الإعلام الخاص تقصد؟ الإعلام الخاص، نعم، ليس الإعلام الحكومي الذي لا نعتقد أنه تخلص من المنظومة القديمة وما زال يشتغل تحت راية 7 نوفمبر. على كل لم يرصد بشأنه أي شيء ربما منافي للعمل الصحفي في الآونة الأخيرة. هذا بالنسبة للعمل الإعلامي العمومي في تونس. أود أن أسألك الآن، ما هي الخارطة السياسية المتوقعة سيد هنيد؟ الخارطة السياسية لا نعتقد أن يمكن أن النهضة، تحالف النهضة مع جلاديهم بالأمس، يعني أو تحالف هذا وارد؟ لا أعتقد، يعني أنا لا أستطيع أن أتنبأ، لكن لو تحالفت معهم سيحدث شرخ كبير يعني بالنسبة، ولا أعتقد ذلك. على الأقل ستكون هناك المعارضة أو ستستغل بمبدأ الثلث المعطل في الوسط. لكن حكيم، هناك مسألة أساسية لا يمكن أن نغفلها في هذه الانتخابات، أن هناك من دعا من الجامعيين على المنابر التونسية إلى إثارة النعرات الجهوية. وحدثني أصدقاء من الشمال ليس من الجنوب أنهم يستغربون هذا الاستقطاب الجهوي. تونس دولة واحدة موحدة، يعني إذا هذا ما نلحظه حتى في المواقع الإلكترونية. نعم. ومواقع التواصل الاجتماعي، وهذا خطير جدا. أردنا أن ننبه إليه أنه هذا الاستقطاب وهذا الثلب وهذا الشتم من جامعيين ومن أناس مسؤولين على منابر إعلامية لا يخدم المصلحة. هل تعتقد أن الانتخابات ربما ونتائج هذه الانتخابات قسمت تونس من بين شمال وجنوب؟ نعم، لكن لا يمكن قول ذلك، لأن مثلا الشمال الغربي وقع، لا فقط مثلا بالنسبة للشمال الغربي سرقت خيراته وثرواته وسرق وعي مواطنيه. يعني أنا لا أتهم الشمال الغربي كما يتهمهم الآخرون، هو تصحير للوعي التونسي الذي أدى إلى هذه الانتخابات في جزء كبير منها. لكن سب الجنوب والشمال ودعوة إلى الانفصال في الجنوب، يعني هناك دعوات خطيرة لابد أن ينتبه إليها الناس عندما يكونون على المنابر. ونحن نعتبر أن تونس كتلة واحدة موحدة، وهذا أمر مرفوض وهذا خط أحمر، لأنه إذا كان مشروع أي أحد
زائد كما ذكر أحد المترشحين أن كل ما هو تحت قابس خشخاش إرهاب هذا خطير جدا أن يصدر عن مسؤول سياسي، وهذا يعني خط أحمر بالنسبة للثورة التونسية وللشعب التونسي التي يعني نتمنى ونعزي شهدائها الأبرار ونتمنى أن لا تكون دماءهم قد ذهبت هدرا. أشكرك جزيل الشكر في الاستوديو الدكتور محمد هنيد أستاذ العلاقات الدولية.